هو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني، قاضي البصرة ومن كبار التابعين. ولد سنة 46 للهجرة في منطقة اليمامة بنجد، وانتقل مع أسرته إلى البصرة وبها نشأ وتعلم، وتردد على دمشق في يفاعته، وأخذ عمن أدركهم من باقي الصحابة الكرام وكثير من التابعين. ولقد ظهرت على إياس المزني أمارات الذكاء منذ نعومة أظفاره، وأكب هذا الفتى على العلم ونهل منه ما شاء الله له أن ينهل. وعندما زار عبد الملك بن مروان البصرة قبل أن يلي الخلافة، رأى إياسا وكان يومئذ فتى يافعا لم ينبت شاربه بعد، ورأى خلفه 4 من القراء من ذوي اللحى وهو يتقدمهم، فقال عبد الملك: أف لأصحاب هذه اللحى، أما فيهم شيخ يتقدمهم فقدموا هذا الغلام؟ ثم التفت إلى إياس وقال: يا غلام، كم سنك؟ فقال: أيها الأمير، سني أطال الله بقاء الأمير كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله جيشا فيه أبو بكر وعمر. فقال له عبد الملك: تقدم يا فتى تقدم، بارك الله فيك. وشاعت أخبار ذكاء إياس، وصار الناس يأتونه من كل حدب وصوب، ويلقون بين يديه ما يعترضهم من مسائل في العلم والدين. ومن أخبار فطنته وذكائه أنه كان في الكوفة رجل يظهر للناس الصلاح ويبدي لهم الورع والتقى، حتى كثر الثناء عليه، واتخذه بعض الناس أمينا لهم يأتمنونه على مالهم إذا سافروا، ويجعلونه وصيا على أولادهم إذا أحسوا بدنو الأجل. فأتاه رجل واستودعه مالا، ولما احتاج الرجل لماله طلبه منه فأنكره، فمضى إلى إياس وشكى له الرجل، فقال للمشتكي: أعلم صاحبك أنك تريد أن تأتيني؟ قال: لا. فقال له: انصرف وعد غدا. ثم أرسل إياس إلى الرجل المؤتمن وقال له: لقد اجتمع لدي مال كثير لأيتام لا كافل لهم، وقد رأيت أن أودعه لديك وأن أجعلك وصيا عليهم، فهل منزلك حصين ووقتك متسع؟ فقال: نعم أيها القاضي. فقال له: تعال إلي بعد غد وأعد موضعا للمال، وأحضر معك حمالين يحملونه. وفي اليوم التالي جاء الرجل المشتكي فقال له إياس: انطلق إلى صاحبك واطلب منه المال، فإن أنكره فقل له: أشكوك إلى القاضي. فأتاه الرجل فطلب منه ماله، فامتنع عن إعطائه له وجحده، فقال له: إذن أشكوك إلى القاضي. فلما سمع ذلك منه دفع إليه المال وطيب خاطره. فرجع الرجل إلى إياس وقال: لقد أعطاني صاحبي حقي وجزاك الله خيرا. ثم جاء الرجل المؤتمن إلى إياس في موعده ومعه الحمالون، فزجره وأشهره وقال له: بئس الرجل أنت يا عدو الله، لقد جعلت الدين مصيدة للدنيا. يتحدث عن نفسه ويقول: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، ذلك أنني كنت في مجلس القضاء في البصرة، ودخل علي رجل وشهد عندي أن البستان الفلاني هو ملك لفلان، وحدده لي، ولو أنني قضيت أن البستان له لانتقلت ملكية البستان إليه، لكنني أردت أن أمتحن الشاهد، فقلت له: كم عدد شجر البستان؟ فسكت قليلا ثم قال: منذ كم يحكم القاضي في هذا المجلس؟ قيل: منذ كذا سنة. فقال الشاهد: سيدي القاضي، كم عدد خشب سقف هذا المجلس؟ فلم أعرف كم عدد خشب سقف المجلس، وعرفت قصده، يقصد أنني مضى علي كذا سنة ولا أعرف كم عدد خشب المجلس، فهل سيعلم هو كم عدد شجر البستان؟ فقلت: لا أدري والحق معك، وأجزت شهادته. استمر إياس في حياته وقضائه حتى بلغ 76 من عمره، ثم رأى يوما في المنام أنه وأباه يركبان فرسان ويتسابقان، فلم يسبق أحدهما الآخر، ولقد مات أبوه وعمره 76 سنة. وعندما أوى إياس إلى فراشه قال لأهله: أتدرون أية ليلة هذه؟ قالوا: لا. قال: في مثل هذه الليلة استكمل أبي عمره، ولما أصبح وجدوه ميتا. وفهم الناس رؤيته بعد أن مات أنه يقصد أنه سيموت بمثل عمر والده. رحم الله إياس، ذلك العالم الورع
الذي نهل الناس من علمه وفطنته صغيرا وكبيرا وحتى بعد موته. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه الحلقة. نتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة. لمشاهدين الجدد اشترك الآن كي يصلك منا جديد الفيديوهات.